صباح الخير او مساء الخير حسب بقى ما انتوا بتشوفوا الفيديو. المهم يعني يومكم يكون مليان بالسعاده والتفاؤل وراحه البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. طبعا واكيد كلنا بتحصل معانا حاجه من الحاجات الكتير اللي انا هقول لكم عليها دي، وهي ان كتير بيبقى فاضل عندنا بواقي كيك مثلا، سواء بقى انت عاملاها في البيت للولاد او في المناسبات مثلا بيبقى فاضل بواقي تورته او جاتوهات، او الكيكه مثلا وانت بتعمليها في البيت هبطت مثلا منك في الفرن، او الكيكه مثلا بعد ما طلعت من الفرن لقيت التسويه بتاعتها مش مظبوطه وطلعت معجنه، اهو اي حاجه من دي بقى. المهم يعني ان في امارات اول ما بيحصل معاهم اي حاجه من الحاجات دي بتتضايق جدا وبتقول طب انا هعمل بيها ايه؟ لا يا ست الكل، والله تقدري تعملي لها اعاده تدوير وصدقيني هتطلع معاكي احلى من ما كنت هتعمليها كيكه اصلا. زي مثلا السويس رول القمر اللي غرقان كريمه اللي قدامك ده، وصدقيني طريقه التحضير بتاعته ما فيش اسهل ولا اسرع منها. والاحلى بقى انك تقدري تاكلي السويس رول ده بطريقتين، طريقه هو كريمي كده وناعم، وطريقه تانية تاكليه على شكل ايس كريم وهو متلج بيكون حلو جدا. ومن خلال الفيديو هقولك على افكار تانية كتير تقدري تعمليها ببواقي الكيك، وصدقيني هتعجب الولاد جدا. وممكن كمان يقولوا لك ما تعمليلناش كيكه تاني وهعمل لنا الحاجات القمر دي. يلا بقى نشوف السويس رول القمر ده عملناه ازاي. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو عايزه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده عندي كيكه متقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بس بصراحه دي مش بواقي كيك ولا حاجه، انا عملت كيكه زي اللي عملتها معاكم قبل كده، اللي هي من غير بيض ولا لبن ولا شوكولاته اصلا. هتلاقوا اللينك بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. المهم يعني ان انا بحب اعمل الكيكه دي باستمرار علشان اعمل لها اعاده تدوير وناكلها بشكل تاني غير انها تبقى كيكه عاديه كده وساده، علشان الكيكه دي طبعا كانت ساده وما كانش عليها صوص شوكولاته ولا اي حاجه، فلازم طبعا احط عليها اي حاجه علشان اقدر ان انا اعجنها واحولها لعجينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وما تبقاش مفروله طبعا. فبالتالي يا اما هتعجنيها بلبن او هتعجنيها بصوص شوكولاته اقتصادي، او حتى تعجنيها بنوتيلا لو عندك. وعلشان الوصفه دي طبعا ما فيهاش مقادير ولا كميات لان هي بتتعمل من بواقي الكيك، فطبعا هتنزلي بالحاجه اللي انت هتعجني بيها الكيكه دي بالتدريج لغايه لما تلم معاكي وتكون ملمسها ناعم وتتحول لعجينه تقدري تشكليها بالشكل اللي انت شفتيه ده. وانا عملت معاكم قبل كده من بواقي الكيك كرات من الايس كريم، بس عجنت الكيكه بقى بالكريم شانتيه مش بلبن ولا بصوص شوكولاته ولا حاجه. وبعد ما عجنتها بالكريمه شكلتها ببوله الايس كريم ورصيتها على صينيه ودخلتها الفريزر، وبعد ما طلعتها من الفريزر غطستها كده في شوكولاته. ومش قادره اقول لكم بقى كانت حلوه قد ايه، يعني تخيلوا كرات كده من الكيكه غرقانه بالكريم شانتيه وبعدين متغطسه في الشوكولاته، فكان ايس كريم قمر قمر. يعني هسيب لكم اللينك برده بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. المهم ان انا بعد ما عجنت الكيكه دي كويس جدا بحط بقى الكيكه دي بين البلاستيك، يعني لازم يكون تحتها وفوقيها كده بلاستيك بالشكل اللي انتم شايفينه ده علشان تقدر تتفرد معاكي بمنتهى السهوله. وانا بعد ما فردت الكيكه لقيتها كبيره ما شاء الله، فلقيت العرض بتاعها كويس، هلفها بالعرض لان لو لفيتها بالطول هتتلف معايا كذا لفه، فلقيت بالعرض احسن. وهقطع بقى الاطراف بتاعتها دي بالسكينه علشان تديني شكل متساوي. وانا كان عندي كريم شانتيه بالشوكولاته جاهز في الفريزر، لكن لو انت عايزه تعملي طبعا هتعملي حسب كميه الكيك اللي عندك، لان انا قلت لكم الوصفه دي من غير كميات ولا مقادير. بس انا بحط على كل كوبايه كريم شانتيه خام كوبايه الا ربع من الميه المتلجه او من اللبن المتلج او خليط ما بينهم هما الاتنين عادي جدا، وعليهم 4 معالق كبار من السكر البودر، والسكر طبعا بيكون حسب الرغبه. وممكن تعملي خليط ما بين بودره الكريم شانتيه وبودره الباستري كريم، بتكون برده حلوه جدا، هي بتتجاب جاهزه كده من عند مستلزمات الحلويات، بتدي طعم حلو جدا للكريم شانتيه. وبعد ما فردت الكريمه بالشكل اللي انتم شفتوه ده بلف بقى رول عن طريق البلاستيك اللي تحت ده من غير ملمس الكيكه ابدا، وهتلاقيها بتتلف معاكي وبتاخد شكل سويس رول بمنتهى السهوله من غير اي تعب ولا مجهود ابدا. وبعد ما بلف السويس رول خلاص باجي بقى من الطرف والم السويس رول على جوه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، طبعا انكم تشوفوها احسن. الخطوه دي بتخلي السويس رول يتلف كويس جدا، ما بتخليش اللفه بتاعته واسعه كده وفيها فراغات كتير. المهم ان انا هلف السويس رول ده في نفس البلاستيك اللي هو فيه وهدخله بقى على الفريزر نص ساعه ساعه الا ربع، ولو عايزه تحطيه في التلاجة مفيش مشكله، بس طبعا المده هتكون اكتر. وهطلع بقى السويس رول من البلاستيك وهحطه على حاجه علشان ازينه، وطبعا التزيين ده بيكون حسب الرغبه. انا زينته تزيين بسيط جدا ببواقي الكريمه اللي عندي، وعملتها كده على شكل وردات. طبعا لو انت عايزه تجلسيه وبعدين تعملي عليه جناش شوكولاته برده بيكون حلو جدا. وجبت بقى شوكولاته خام وهبشرها كده على وش الكريمه بالقشره بتاعه البطاطس، بيكون برده شكلها حلو جدا، وفي نفس الوقت ما بستخدمش شوكولاته كتير. وهحط عليها كمان شوكولاته سبرينكلز صغيره خالص بكسر بيها اللون بس مش اكتر من كده. وزي ما قلت لكم الوصفه دي تقدروا تاكلوها بطريقتين، ان انا بعد ما بخلص خطوه التزيين دي لازم جدا ندخلها الفريزر نص ساعه بس علشان تتماسك واقدر اقطعها بشكل متساوي. لما بتطلعيها بعد نص ساعه من الفريزر طبعا القوام بتاعها ما بيكونش متماسك قوي قوي يعني، فبيكون القوام بتاعها كريمي، وهتاكلي سويس رول بالكريمه عادي مفيش اي مشكله. والطريقه التانية اللي تقدري تقدميه بيها هي انك بعد برضو ما تحطيه في
الفريزر نص ساعه علشان يتماسك شويه ونقدر نقطعه، او حتى ساعه الا ربع حسب الجو طبعا. بتطلعيه زي كده وبترصيه في علبه وبتحطيه تاني في الفريزر، وكده هتكوني حولتيه الايس كريم. وعلى فكره بيكون طعمه حلو جدا، لان الكيكه طبعا احنا حولناها العجينه، فبالتالي ملمسها وطعمها كريمي جدا وناعم، فبيكون احلى ايس كريم بصراحه، والولاد هتحبه جدا. انا بحبه بالطريقه دي اكتر، طريقه الايس كريم، او ممكن تاكليه بالطريقتين في نفس ذات الوقت. يعني في الاول قطعي من السويس رول وهو لسه قوامه كده كريمي، والباقي برضو قطعيه بنفس الشكل ورصيه في علبه وحطيه في الفريزر، وطلعي بقى منه للولاد بعد كده، صدقيني هيحبوه جدا. عايزه بقى تزودي الجمال اكتر، تقدري طبعا تحطي في الكريمه دي قطع من الشوكولاته، بتكون برضو حلوه جدا. وبس كده يا ستي. ومن بواقي الكيك، او حتى مش من بواقي الكيك ده، لو انت هتعملي لها كيكه مخصوص علشان تطلع بالجمال ده وتقدري تشكلي فيها زي ما انت عايزه، صدقيني مش خساره ابدا. وبعدين انا عملت الكيكه من غير بيض ولا لبن، فمش مكلفه طبعا ابدا. بس انك تعملي سويس رول بالجمال ده، او حتى زي ما قلت لك تعمليها كرات من الايس كريم او شرايح من الايس كريم، بتكون حلوه جدا. ده السويس رول زي ما انتم شايفين كده، ملفوف بطريقه مظبوطه جدا من غير اي تعب بقى ولا مجهود ولا يتكسر مننا ولا الكلام ده خالص. وينفع كمان جدا تعملي من بواقي الكيك دي كبات، وبتكون برده حلوه جدا. ترصي كيكه وبعدين ترصي طبقه كريمه وترجعي تاني تحطي طبقه كيكه وتحطي طبقه كريمه، بتبقى على فكره برده حلوه جدا. وهو كمان نوع من انواع التغيير، خرجنا شويه عن الشكل التقليدي للكيكات اللي احنا متعودين عليه. وان شاء الله ربنا يذكرني واسيب لكم لينك الكيكات الاقتصاديه تحت الفيديو، وكمان لينك كرات الايس كريم اللي انا عملتها من بواقي الكيك برده قبل كده. وبعد كده بقى يا ست الكل ما تبقيش تزعلي ابدا لو فضل عندك بواقي كيك او حتى تورته او جاتو، او الكيكه باظت منك او عجنت او ايا كان اللي هيحصل لها، المهم ما تزعليش ابدا. صدقيني في طرق كتير جدا تخليكي تطلعي الكيكه احلى من ما كنتي هتعمليها اصلا. وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب تكون الفكره عجبتكم. انا حبيت اقول لكم على فكره من الافكار الكتير اللي تقدري تعمليها، ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم بامان الله وحفظه. بس لو سمحتوا ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفكره دي ولو بحاجه بسيطه تدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.